كثير من الأصوات اللي طلعت بعد فوز برشلونة على بلد الوليد 7-0 ومن ضمنهم الكابتن طارق دياب محلل قنوات بي إن سبورت عم تقلل من الشغل اللي اشتغله تشافي مع الفريق الموسم الماضي، وعم تنسب كل التطور الحاصل لهانز فليك. والحقيقة إذا بدنا نكون منصفين فالفضل الأكبر اللي عم يقدمه برشلونة الآن هو لتشافي. هذا الفريق اللي عم يلعب هلا هو فريق تشافي هرنانديز، واللي صنع الفريق هو تشافي إذا بتتذكروا هو اللي لعب يمين يمال كجناح أيمن وخلى إمكانياته تظهر بعد ما كان طول مسيرته مع لاماسيا وبرشلونة مقتول بجهة اليسار. تشافي هو اللي كان مؤمن برافينيا ونقله من جهة اليمين لجهة اليسار وأعطاها مش حرية بعد ما كانت كثير من جماهير برشلونة عم تنتقد رافينيا وتطالب برحيله من النادي. كوبارسي قلب الدفاع كمان الفضل بيرجع لتشافي واللي آمن بموهبته وأشركه كأساسي، وهلأ كوبارسي هو من أهم لاعبي الفريق اللي لا يمكن الاستغناء عنهم. حتى كأداء برشلونة من أيام الموسم الماضي كان عم يقدم أداء عالي بيشبه كتير الأداء على اللي عم نشوفه حاليا. وإذا بنرجع بذاكرتنا شوي لدوري الأبطال وكيف برشلونة فاز خارج أرضه على باريس سان جيرمان 3-2 وكان متقدم حتى على أرضه 1-0 قبل طرد أراخو اللي أثر على كامل موسم برشلونة وأثر كمان على كامل موسم تشافي. فالفريق الحالي اللي عم نشوفه عم يلعب حاليا هو فريق تشافي هرنانديز قولا واحدا. نقطة وحيدة تغيرت بالفريق وهي الناحية البدنية. الفريق بدنيا حاليا أفضل، أكيد أفضل، والسبب أنه تشافي ما كان عنده اصلا رفاهيه الاعداد البدني. الرجل مثل ما بتعرفوا كان مشغول بترقيع الفريق بعد كم الاصابات الهائل اللي صار الموسم الماضي، من اصابه جافي لاصابه بيدري لاصابه بالدي لاصابه ديونغ. هذا غير المشاكل والضغط من الاداره اللي كان واضح انه ما بدها تشافي ينجح، وبالتالي مارسوا عليه كل الاساليب لافشاله واخراجه من النادي. بعد هالمقدمه الطويله ضروري اذكر نفسي واذكركم بالدعاء لاهل الشام واهلنا بالاراضي العربيه المحتله، ندعي لهم ان رب العالمين ينصرهم ويسدد رميهم ويشافي جرحاهم ويرحم موتاهم ويخفف عنهم، اللهم امين. واكيد صديقي ما في داعي ذكرك بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك كنوع من الدعم لقناتنا، وخلونا نفوت بتفاصيل المجزره الكرويه بين برشلونه وبلد الوليد واللي انتهت بسباعيه للفريق الكتالوني. هانز فليك دخل اللقاء مع بعض التغييرات بالتشكيله. لعب كاسادو كلاعب محور بدل بيرنال، مصاب طبعا بيرنال برباط صليبي، وعلى فكره كاسادو فنيا افضل من بيرنال، ولكن هانز فليك كان بفضل بيرنال بسبب البنيه الجسديه اللي بيمتلكها بيرنال وطوله الفارع اللي بيبلغ 191 سنتيمتر، ولكن فنيا كمراوغات وتمريرات وانتو فكاسادو افضل من بيرنال. التغيير الثاني اللي اجراه فليك بالتشكيله هو اشراك اولمو كاساسي خلف المهاجمين بعد ما ثبت رافينيا على جهه اليسار بدل فيران توريس. طبعا ما في داعي نحكي عن تفاصيل المباراه لان النتيجه بتحكي عن حالها، ولكن انا بدي اركز على بعض النقط اللي ظهرت بفريق برشلونه امام بلد الوليد. انا شايف في مشاكل دفاعيه كبيره بالفريق وخاصه بمنطقه نصف المساحه واللي هي بين قلب الدفاع والظهير. هاي المنطقة عم يكون فيها فراغات كبيرة، وحقيقة بلد الوليد على ضعفه، ولكن بالشوط الأول قدر يخترق دفاعات برشلونة بأكثر من كرة، ولو كان عنده مهاجمين على مستوى عالي كان قدر يهدد مرمى برشلونة بشكل جدي. لذلك أنا بشوف إنه في مشاكل حقيقية بدفاعات برشلونة لازم هانز فليك يلاقي لها حل قبل ما يفوت بمعمعة دوري الأبطال. داني أولمو اللاعب الفز واللي هو مكسب حقيقي لبرشلونة، شكل إضافة كبيرة لخط الوسط، لاعب حريف هداف مراوغ من نوعية اللاعبين اللي بيلعب بالعقل قبل القدم، فأكيد داني أولمو راح يكون من أكثر اللاعبين تأثيرا مع برشلونة هذا الموسم. وأكيد اليوم ما فينا ما نحكي على رافينيا اللي تحول هذا الموسم لسوبرمان حقيقي، لاعب خارق للطبيعة. الهدف الأول اللي سجله على بلد الوليد واللي عادة ما بنشوفه غير من لاعبين من نوعية تيري هنري أو رونالدو، هذا الهدف بيعكس إمكانيات رافينيا العظيمة، كيف استقبل الكرة على صدره وهو فاتح سرعة وسجل بالمرمى من لمسة وحدة. هذا الهدف أكيد ما بيطلع غير من لاعب عنده إمكانيات عظيمة مثل رافينيا اللي حصل على تقييم 10 من 10، وهي من المرات النادرة اللي بيحصل فيها لاعب على هيك تقييم. رافينيا عم يلعب بالدقيقة 90 كأنه عم يلعب بالدقيقة الأولى، وبالتالي إمكانيات كبيرة عند هاللاعب واللي عم يقدر هانز فليك يوظفها بشكل صحيح لصالح الفريق. شاركونا بتعليقاتكم كيف شفتوا برشلونة قدام بلد الوليد وشو ملاحظاتكم على الفريق. هذا كان كل شيء لليوم، بدي أرجع أذكر بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.